السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة برد على فيديو لأستاذنا الفاضل محمد شادو. كان اتكلم فيه عن صدمة اتصدمها في مصر، وهي انه شاف شخص بيدخن في مطعم الفندق وهو مكان مغلق، وأيضا أنه يعني لقى ناس في مكان أو دور بيدخنوا. وطبعا الموضوع ده عمل له صدمة بصراحة، قطعت قلبي. يعني اللي حصل ان انا احب الفت نظر حضراتكم للآتي. اولا ممكن ده يكون قانون برضو في مصر زي ما هو موجود في امريكا، انك انت ممنوع تدخن في الاماكن المغلقة، ولكن احيانا القانون يا اخوانا ما بيكونش مفعل، او ما بيكونش مفعل كفاية. فاللي بيحصل مثلا يعني أستاذنا محمد ربما عن غير قصد صدر للبسطاء في الوطن العربي إن الناس في أمريكا بيحترموا القانون، وإنك أنت مستحيل تشوف حد بيخالف القانون في أمريكا، في حين إن في ناس كتير مش بتخالف القانون، لا دي بتدي بالجزمة. فحضراتكم لو رحتوا قطارات أمريكا هتلاقي، مش هقول كل يوم وفي جميع العربات، بس هتلاقي بصورة دورية، ممكن مرة كل أسبوع، ممكن مرة كل شهر، هتلاقي واحد في عربية القطر بيدخن. وده طبعا مخالف للقانون، ولكنه بيحصل. وانت لو هتتصل بموظف القطر عشان تقول لهم يا جماعة ده في واحد بيدخن في المكان الفلاني، طبعا بخلاف انك انت ممكن تعرض حياتك ونفسك للخطر من هذا الشخص نفسه، يكون معاه مطوة، يكون معاه مسدس يقتلك بيه. انا مش هخوض في الحوار ده، بس الناس نفسها اللي قاعدة هيصوتوا في وشك، هيقولوا له ايه، هيقولوا لك ايه اللي انت بتتصل عشان ايه؟ احنا عندنا شغل ولازم نوصل الشغل في ميعادنا، انت كده هتعطلنا. لان طبعا حوار زي ده ممكن يعطل القطر ساعة او ساعتين على بال ما الشرطة تيجي وتدردش معاه وتبوس مؤخرته، عدم المؤاخذة يعني، وهكذا. طبعا الموضوع هياخد له ايه، وقت طويل. فالناس هتصوت في وشك او في وش الموظف، لا احنا عندنا شغل ولازم نوصل في ميعادنا. فلان ده بيدخن سجاير، بيدخن مرجوانة، ملناش فيه، بيدخن حشيش، ملناش فيه، احنا عايزين نوصل لشغلنا. فانت طبعا لما بتشوف حد بيدخن، او لما في احدى عربات القطار، او لما بتشوف متشرد ذو رائحة منتنة قلب ريحة العربية بالكامل، بتضطر انك انت تغير العربية. انت ممكن تضطر تغير العربية بتاعت القطر في امريكا اكتر من مرة. فده يا اخوانا بيحصل، ايوه، في امريكا بيحصل مخالفات، وناس في مكان ممنوع فيه التدخين بيدخنوا مش بس سجاير، كمان حشيش وكمان مرجوانة. فما ينفعش ما ينفعش انك انت تصدر للبسطاء ان الناس في امريكا ما بيخالفوش القانون. انت راجل، كراجل عايش في امريكا، المفروض ما تصدمكش حاجة زي دي خالص. انت اخر واحد تتصدم من حوار زي ده. ما تفهمنيش غلط، ما تفهمنيش غلط يا جماعة، ما بقول لكمش ان صح ان الشخص يخالف القانون، ولا بقول ان المصري اللي كان بيدخن في مطعم الفندق كان صح، ما حصلش. ما بقولش كان هو غلط والغلط راكبه، انا ما بقولش ان هو صح. ولكن لما استاذنا محمد شادو يقول انا اتصدمت، ده دليل ان هو ما بيشوفش ناس بتخالف القانون في امريكا، وده غير صحيح. لان انا من ايام شفت واحد جاي يتبول بين عربيتين بتوع القطر، اثناء ما القطر بين العربيتين بتوع القطر. ده بيحصل عادة، الناس بتعمل كده لما القطر يكون بيتحرك. وساعات في اللي بيدخن بين عربيتين القطر، بس في اللي بيدخن جوه عربية القطر وما بيهموش. طيب في بقى واحد
من كام يوم بس قدام رجال الشرطة، قدامهم، نعم سمعتها صح، جه فتح الباب وتبول. فاللي حصل بقى ان لما جم رجال الشرطة يتدخلوا عشان يكلموه، فالناس صوتوا في رجال الشرطة: لا يا جماعة احنا عندنا شغل وعايزين نوصل في ميعادنا، مش طلعوا ابن فلان ابن الكذا كذا ده بره، مش عايزين نتعطل. فاللي حصل ان رجال الشرطة استنوه لما اتبول، وبعد كده خدوه لبره، ولكنهم للأسف ما خدوش ضده أي إجراء. أنا شفتهم مشيوا في حال سبيلهم وسابوه بره. ربما اعتبروه مجنون، اعتبروه يعني مريض نفسي، فطبعا قال لك احنا هندي نفسنا شغل قد كده على ايه. نيجي بقى لحتة ان أستاذنا محمد شادو طلب من ناس في أول دور مكان خارجي ان هم ما يدخنوش، فقاموا نفذوا الطلب بتاعه على امتعاض، وده ضايقه يعني على ما يبدو. حضرتك لو طلبت الطلب ده من ناس امريكان ان هم ما يدخنوش في مكان خارجي، اوعد حضرتك ان هم هيشخروا لك. طبعا بالامريكاني، يعني ايه هيشخروا لك بالامريكاني؟ يعني هيفقفقوا لك ويشتشتوا لك. فمش فانت كون ان المصري نفذ لك طلبك عن امتعاض، ده يدل انه شعب راقي وراقي جدا جدا رغم كل الظروف وصعوبات الحياة اللي بيمر بيها، ولكنه ما زال شعب راقي جدا جدا كونه نفذ لك طلب زي ده على امتعاض. لاني اوعدك في امريكا ما حدش هينفذ لك طلب زي ده ان هو ما يدخنش في مكان خارجي. فأرجو أن الصورة تكون وضحت. ويا اخوانا يا ريت انبهار البعض بأمريكا ما يوصلوش لدرجة المبالغة والتهويل واحيانا الكذب. ما بتكلمش عن محمد شادو، بتكلم عن يعني في ناس فعلا بتوصل لمرحلة الكذب. فأرجو أن الصورة تكون وضحت، وأشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.